السلام عليكم أصدقاء البرمجة. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم بيت من الصفر. اليوم غادي نتعلم موضوع مهم بزاف، وغادي يخلي الكود ديالك أكثر ذكاء. الحلقات التكرارية لوبس. فبيت عندنا جوج أنواع رئيسية: مور لوب، ويل لوب. كل وحدة عندها دور مختلف، وغادي نشرحوهم بطريقة مبسطة. 1. فور لوب. فور لوب كنستعملوها لكي نكرر شيء عملية عدد معين من المرات. مثال: فور اي رانج 5. برنت اي. كما تشاهد عزيزي المتابع طبع لينا لحد 4. رينج 5 يعني تبدأ من الصفر وتنتهي عند 5. وكل مرة اي كيتبدل. 2. ويل لوب. ويل كتكرر الكود حتى ما يبقاش الشرط صحيح. مثال: x يساوي 0. ويل x أصغر من 3. برنت x. كما تشاهد عزيزي المتابع طبع لينا من 0 إلى 2. كيطبع x ويزيد فيها 1 حتى تولي 3. مثال واقعي: نام يساوي علي. فور later name. برنت later. يطبع عدد الحروف بشكل التالي: لوب مشى حرف بحرف في النص. تنبيه مهم: استعمل بريك إلا بغية توقف الحلقة قبل الوقت. استعمل كنتينيو إلا بغية تفوت دورة وترجع تكمل. مثال بريك: فور اي رينج 10. if اي يساوي 5. بريك. برنت اي. يطبع من 0 حتى 4 ويوقف عند 5. خلاصة: اليوم تعلمنا كيفاش نخلي الكود يتكرر، الفرق بين فور وويل، بريك وكنتينيو باش نتحكم في التكرار، أمثلة عملية على الحلقات. في الحلقة الموالية غادي نشوف الليستس أو القوائم، وكيفاش نخزن مجموعة من القيم في متغير واحد. سلام.